ساعات الانسان عادي بيبقى قاعد مفيش حاجة، بس بيحس فجأة ان هو عاوز ينهار، عايز يعيط، عايز يعمل اي حاجة. عادي عيط واعمل كل اللي انت حاسس بيه وارجع ولا اكن في اي حاجة، بس طلع المشاعر السلبية اللي جواك. واظن ما باين على وشي باين على وشي، بس تمام هنبقى تمام عادي. اصل يعني مفيش حاجة ما بتعديش، وعادي ساعات الواحد موده بيبقى وحش في لحظة، ثانية إلا ثانية كده، بسبب ضغط شغل، ضغط أي حاجة، عنده حاجات كتير مش عارف يخلص ايه ولا ايه. لا عادي هعيط شوية، هزعل شوية، هعمل أي حاجة، وبعد كده كوباية نسكافيه ولا أي كوفي وهبقى زي الفل، موف اون في 3 ثواني، مفيش مشكلة. بس هنطلع اللي حاسين مش عيب خالص. لما تقع 100 مرة قوم من 101. عادي، هي الدنيا كده، نقوم ونقع. الفشل بقى اللي يقع وما يقومش. ودي حاجات انا جايباها من مومنتو، لما اروح ابقى اوريكم انا جبت ايه. تعالوا اقول لكم بقى انا لما كنت متضايقه عملت ايه. طبعا احنا لما بنبقى متضايقين بنبقى مكتئبين، مش قادرين نقوم حرفيا من على السرير، اصلا مش قادرين نتحرك. القومه بتبقى عايزه بجد مجهود وانجاز بالنسبه لنا، انها حاجه سهله بس الموضوع بيبقى نفسيا. المهم حاولت اشد نفسي بكل الطرق، عملت لي كوبايه هوت شوكليت مع كيكه وطلعت كل اللي جوايا وما رضيتش انام زعلانه. وانتوا اعملوا كده، علشان مفيش حد في الدنيا يستاهل ان احنا نخسر صحتنا علشانه، او ان احنا ننام زعلانين علشانه، او تحصل لنا كارثه علشانه، او مش حد يعني ايا كان حد او حاجه حصلت معانا. عدي وما تخليش حاجه تعدي عليك. اول ما صحيت تاني يوم قابلت واحده صاحبتي بحبها قوي، وقلت لها الحاجه اللي مضايقاني. فبجد وجود شخص في حياتكم ترتاحوا معاه نفسيا وتحكوا له، دي حاجه جميله جدا. حافظوا عليها قوي. حتى طب لو الشخص ده مش موجود، لا عادي، انت موجود وتقدر تعمل كده، وتقدر تبسط نفسك وهتعمل كده. بس حط الموضوع في دماغك، انت تاخد القرار. انا لا، مفيش حاجه اخليها تغلبني، مفيش حاجه اخليها تزعلني، مفيش حاجه اخليها تسيطر عليا. انا اللي هعدي عليها، مش هي اللي هتعدي عليا.